سيبك بقى من الماتش ومن الاداء الحلو ومن فوز منتخب مصر ومن انك اول المجموعه وبتصعد من دور ال 16 بعد فوز ماتشين، وتعالى نتكلم في كام حاجه مهمه. اول حاجه، النهارده منتخب مصر بيفوز على جنوب افريقيا 1-0 باداء حلو جدا. فوز مستحق، اداء جيد من المنتخب. بس لازم نشكر كام حد في المنتخب الحلو النهارده والاداء الحلو والجميل ده. اول حد هو كابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي اللي بيرجع بروح 2018 والمتعه الكرويه من ايام روسيا والاداء الحلو. كابتن محمد الشناوي اللي اول ما بيسمع كلمه شوبير او احمد الشناوي بيطلع بقى الفورمه وبيفوق علينا وبيعمل اداء جامد جدا. الشناوي النهارده كان متالق، ومن اسباب فوزنا النهارده الشناوي اللي هو فعلا رجل المباراه من غير اي ما حد يقارنه باي حد تاني. تاني حد نشكره هو لازم نشكر مدافعين منتخب مصر. مدافعين منتخب مصر اللي قدروا بعد ما انت جبت الجون الاول من ضربه جزاء محمد صلاح، ان كان الراجل عايز يديله في عينه ومش عارف ليه. انت بعد طرد محمد هاني كان ممكن يبقى مع المدافعين الكويسين جدا دول، بس بعد الطرد هو بوظ الدنيا خالص. طرد انا في وجهة نظري عنيف شويه. ما كانش المفروض يبقى طرد مباشره، بس الحكم قلق شويه ممكن من اللعيبه. بس لازم نشكر الباقي، لازم نشكر ياسر ابراهيم اللي كان متالق جدا النهارده في اماكن مش اماكن وبيحاول يدافع في كل حته. لازم نشكر رامي ربيعه اللي انا من الناس اللي كانت بتقول ان هو مش جاهز مش فت. النهارده بيثبت لي العكس، الراجل كان عامل اللي عليه وزياده. لازم نشكر محمد حمدي. احنا اسفين يا استاذ محمد حمدي لو قللنا منك في اي وقت، بس انت النهارده كنت خطير، كنت جميل، كنت رائع. لازم نشكر كمان امام عاشور اللي نزل دافع ونزل قفل، اللي كنا خايفين كلنا انه مش هيعرف في البوزيشن ده، بس عرف واحرجنا وكان متالق جدا. غير كده، سيبك بقى من محمد صلاح النهارده هتقول لي لا، محمد صلاح عمل اللي عليه، جاب لك ضربه الجزاء في ظروف صعبه. بس اهم واحد لازم تشكره النهارده اللي انت قللت منه كتير، اللي انت ما كنتش متفائل منه، اللي انت كنت خايف منه على طول، ما ان الراجل قدم لك كل حاجه، وهو كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن، احنا لازم نشكرك على النهارده على اختياراتك الصح في التبديلات. بغض النظر عن تغيير عمر مرموش، انا ما كنتش مقتنع بيه قوي، كنت شايف ان تريزيجيه كان يتغير الاول، بس مش مشكله احنا ظبطناها بعد كده. بس تغييرات صح جدا. عرف يتحكم في الملعب. عرف كابتن حسام عرف يقرا كل نقط ضعف وقوه الفريق التاني ويلعب على الموضوع ده. انت بالشناوي وبالدفاع وبتاع اثبتت انك فريق قوي، تقدر تثبت ب 10 لعيبه وتكسب في فريق صعب. جنوب افريقيا مش فريق سهل يا جماعه زي ما انتم فاكرين. بس اداء حلو 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 من المنتخب. محدش بقى يتكلم معانا، احنا صعدنا يا جماعه وان شاء الله نكسب الماتش الجاي، ويبقى محمد هاني جاهز الماتش اللي بعديه. اداء رائع من منتخب مصر. فخور جدا بالاداء النهارده، يا رب نكمل على الاداء ده واستنونا، احنا ان شاء الله هنقدم مستوى حلو جدا في البطوله دي. واتوقع